بما إننا بنتكلم عن عصر التكنولوجي، وقلنا إن بوابة دخول عالم التكنولوجي اللي هي الشرارة الأولى كانت اكتشاف التيار الكهربي على إيد العالم فولتا، خلينا بقى نوضح إن التكنولوجيا الحديثة بأكملها قامت على عمودين أساسيين، وهما الكهرباء والذرة، واللي احنا بنوصفهم إنهم وجهان لعملة واحدة. ما تتخضش، أنا عارفة أول ما بنسمع ذرة بنتخض. إزاي بقى التكنولوجيا الحديثة قامت على الكهرباء والذرة، وإزاي الكهرباء والذرة وجهان لعملة واحدة؟ التيار الكهربي اللي هو الكهرباء هي اللي فتحت باب المحركات والمصابيح والاتصالات الأولى، تليفون، تلغراف. من غيرها ما كانش هيبقى فيه أي أساس لأي جهاز حديث. الذرة وميكانيكا الكم، فهمنا لبنية الذرة والإلكترونات أدى لاختراع الترانزستور والدوائر المتكاملة، فتح الباب للطاقة النووية، الإلكترونيات الدقيقة، الكمبيوتر والموبايل والإنترنت والطب الإشعاعي. الكهرباء كانت البداية العملية، والذرة كانت النقلة النوعية اللي بنيت عليها الثورة الرقمية والنووية. باقي العلوم كانت أدوات مساعدة، لكن الأساس للعالم الرقمي اللي احنا فيه دلوقتي هو الكهرباء والذرة. دي إجابة السؤال الأول. علشان نجاوب على السؤال التاني هنحتاج نعرف قبلها شوية حاجات. خليني أقولك إن بداية معرفتنا بالذرة على أساس علمي كان على إيد العالم دالتون سنة 1803 بعد اكتشاف التيار الكهربي ب3 سنين. قبل كده فكرة الذرة كانت فكرة فلسفية فقط، ملهاش أي أساس علمي. نبدأ من الأول. فكرة الذرة ترجع في الأصل لليونان قبل الميلاد، يعني من حوالي 400 سنة قبل الميلاد. فيلسوف طبيعة يدعى ديموكريتوس قال إن كل شيء بيتكون من جسيمات صغيرة جدا لا يمكن تقسيمها، وسماها أتموس، يعني غير قابل للانقسام. ومن هنا كانت بداية فكرة الذرة. هو كان مهتم بفكرة تكوين المادة، هو ما عملش تجارب بمعنى العلم الحديث، لكنه حاول يفسر الطبيعة بالعقل والمنطق. كان بيعتمد على التأمل العقلي أكتر من التجارب، يعني فكرته كانت فكرة فلسفية ما كانش ليها أساس علمي وقتها. يجي بعده بفترة بسيطة أرسطو حوالي 350 سنة قبل الميلاد، وهو فيلسوف طبيعة برضو، رفض فكرة الذرة تماما، وقال إن المادة مكونة من 4 عناصر: نار، هواء، ماء، تراب، وممكن تتحول لبعض لو عرفنا النسب الصحيحة للمواد. وبرضو فكرته كانت فكرة فلسفية لا أساس علمي لها. ولأن أرسطو كان ليه نفوذ فكري كبير وقتها، لأن أرسطو ما كانش مجرد فيلسوف عادي، هو كان تلميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر، وكتب في الفلسفة والمنطق والفيزياء وعلم الأحياء والسياسة وما إلى ذلك. كتاباته كانت منظمة بشكل يخليها مرجع شامل للعلوم والفلسفة. معظم أوروبا والعالم الإسلامي مشوا على كلامه. معظم المفكرين اللي جم بعده في أوروبا والعالم الإسلامي اتأثروا بيه ومشيوا وراه. الفكرة ببساطة إن كان في مدرستين مختلفين من زمان، مدرسة الذرات لديموكريتوس ومدرسة العناصر ال4 لأرسطو. في العصور الوسطى الناس اختاروا يمشوا مع أرسطو لأن كان ليه نفوذ فكري، وكتبه وقتها هي اللي وصلت وانتشرت. وفضلوا كده من حوالي 350 قبل الميلاد لحد حوالي 1700 ميلاديا، يعني حوالي 2050 سنة ماشيين على اعتقاد أرسطو عن تكوين المادة. طبعا مش كل البشر 2050 سنة كانوا ماشيين على اعتقاد أرسطو حرفيا، لكن التيار الأكاديمي والعلمي السائد خصوصا في أوروبا كان أرسطو هو المرجع. كان في استثناءات وكان في أفكار بديلة، لكن مش منتشرة ولا مؤثرة. لغاية القرن ال17 وال18 من بداية العالم بويل لحد العالم دالتون بدأت الذرة ترجع كفكرة تاني، بس المرة دي تكون فكرة علمية حقيقية مبنية على تجارب مش فلسفة. خلينا بقى نعرف ازاي رجعوا فكرة الذرة تاني بس بشكل علمي. زمان على أيام ديموكريتوس وأرسطو الكيمياء كان اسمها خيمياء. وقتها الخيمياء كانت عالم غامض بين الفلسفة والدين والطب والكيمياء البدائية. هي ما كانتش علم بالمعنى الحديث، لكنها كانت محاولة لفهم المادة والتحكم فيها، ممزوجة بخيال وأساطير ورموز غامضة. خلينا أفصص لك الحكاية خطوة خطوة.
ايه اللي كان بيخليهم زمان يبحثوا ويتأملوا أصلا؟ زمان كان عندهم أهداف بيحاولوا يوصلوا لها، زي تحويل المعادن الرخيصة لذهب أو المحاولة للحصول على إكسير الحياة. لكن علشان يوصلوا لأهدافهم كانوا لازم يجربوا تجارب عملية، يسخنوا المعادن، يخلطوا مواد مع بعض، يعملوا تقطير للسوائل، يلاحظوا الألوان والغازات والروائح. يعني كانوا بيطبقوا التجريب العملي حتى لو التفسير النهائي خرافي. عندك مثلا المحاولة للوصول لمادة إكسير الحياة Elixir of Life، هو فكرة أسطورية إن في مادة سحرية بتمنح الخلود أو الشباب الدائم أو تشفي من كل الأمراض، مرتبطة بنفس الأسطورة بتاعت حجر الفلاسفة اللي بيحول المعادن الرخيصة لذهب ويعطي إكسير الحياة. النتيجة العملية على الرغم من إن الأهداف كانت خرافية، إلا إن التجارب العملية اللي سببها السعي عن الإكسير وتحويل المعادن الرخيصة لذهب أدى لاكتشافات حقيقية زي الأحماض، تقنيات التقطير، معادن جديدة. طب ازاي كانوا بيحللوا المواد ويكتشفوا معادن جديدة؟ من آلاف السنين الإنسان كان بيعرف يفصل معادن زي الحديد والنحاس والذهب والفضة بالتسخين المباشر. يعني لو عندك خام حديد زائد فحم، تسخين كويس في فرن ينفصل الحديد عن الفحم، ليها معادلة وتفاعل كيميائي بس مش وقته دلوقتي. نفس الطريقة مع النحاس والقصدير وغيره من المعادن. دي ما كانتش تجارب معملية دقيقة، لكنها كانت الوسيلة الأولى لعزل العناصر عن طريق الصهر والاختزال بالنار. وكان عندهم اعتقاد إن الاحتراق بيحصل علشان مادة اسمها فلوجستون بتخرج من الجسم. شوف ازاي الإنسان كان معظم تفسيراته خرافة، لا يملك أي معرفة، كان طول الوقت بيحاول يفسر، يبحث. الإنسان ما بيخترعش أو يكتشف شيء من العدم. الفهم زمان المبدئي كان بيقوم على الخرافة والفلسفة وليس التجريب. نكمل. قبل القرن ال18، يعني من قريب، من حوالي 200 سنة، كانوا فاكرين ان الهواء عنصر واحد بسيط، زي ما كانوا شايفين ان المية والنار عناصر. لما كانوا يشوفوا غاز يطلع من تجربة كانوا يفترضوا انه مجرد شكل مختلف من نفس الهواء، فبدل ما يقولوا ده غاز جديد كانوا بيقولوا نوع خاص من الهواء. مثلا لو طلع غاز يخنق يسموه هواء خانق، لو طلع غاز بيشتعل يسموه هواء قابل للاحتراق اللي هو الهيدروجين. دلوقتي ما كانش فيه فهم ان الغازات دي مواد مستقلة بعينها. من القرن ال17 يبدأ يظهر علماء يشككوا في فكرة ان المادة مكونة من 4 عناصر: نار، هواء، ماء، تراب، ويحاولوا يثبتوا ده بس بشكل علمي وعملي المرة دي. ونبدأ بالعالم روبرت بويل، درس علاقة ضغط الغاز مع حجمه. ركز معايا. اكتشف ان لما نقلل حجم الغاز عند ثبات الحرارة الضغط يزيد، والعكس صحيح. ده معناه ان الغاز بيتكون من جسيمات صغيرة متحركة، مش مادة متصلة زي ما كانوا فاكرين وقتها، لان وقتها كان في نقاش هل الهواء مجرد فراغ ولا مادة متصلة. بويل أثبت إن الهواء والغازات عموما ليها وزن وضغط وبتتصرف كأنها مليانة جسيمات متحركة. عمل كده ازاي؟ والاستنتاجات دي جابها منين؟ ركز. استخدم أنبوبة زجاجية على شكل حرف جي مغلقة من طرف. الجزء المغلق اللي هو القصير بيحتوي على الغاز، والجزء المفتوح اللي هو الطويل يضاف فيه الزئبق علشان يضغط على الغاز. حط كمية من الغاز في الجزء المغلق من الأنبوبة، زود زئبق في الطرف المفتوح. الزئبق يضغط على الغاز ويقلل حجمه في الأنبوبة. لما يقل حجم الغاز جزيئات الغاز يحصل لها تكدس وازدحام وتبدأ تتخبط جامد، فضغط الغاز يزيد. يعني ضغط الغاز بيزيد لما حجمه يقل. لما ضغط الغاز يزيد هيضغط على الزئبق وينزله تاني لتحت. يعني ايه؟ الزئبق يضغط على الغاز ويقلل حجمه، والغاز يضغط على الزئبق لأن حصل لجزيئاته تكدس وعايز يتمدد لحد ما يوصلوا لحالة توازن. بعد كده العالم بويل يشوف من خلال مسطرة سنتيمترات فرق ارتفاع الزئبق بين العمودين. لو فرق الارتفاع كبير يبقى الضغط بتاع الغاز كبير، لو فرق الارتفاع صغير يبقى الضغط بتاع الغاز قليل. الزئبق نفسه مش بيغير ضغطه الداخلي، هو بس وسيلة بتخلينا نعرف الغاز عامل ضغط قد ايه على الزئبق. وده كان معناه ان الغاز بيتكون من جسيمات صغيرة متحركة،
مش مادة متصلة زي ما كانوا فاكرين، لأن الهواء أو الغاز لو كان مادة متصلة كتلة على بعضها واحدة، لما نزود الزئبق من الطرف المفتوح كان الغاز ما ينضغطش خالص، لأنه كتلة واحدة مش مكون من جزيئات أو جسيمات أو في فراغ، كتلة على بعضه. لكن معنى الضغط والزيادة والنقصان في طول عمود الزئبق نتيجة لضغط الغاز تعني إن الهواء مكون من جسيمات صغيرة زي كور بينهم فراغات. ومن هنا بويل قال إن كل مادة بتتكون من جسيمات صغيرة مختلفة في الشكل والحجم. الكلام ده كان مستوحى من الفلسفة الذرية القديمة لديموكريتوس، لكن معززة بتجارب على الغازات. بويل ما كانش عنده دليل مباشر على وجود جسيمات صغيرة أو الذرات، لكن قوته كانت إنه أول واحد طبق المنهج العلمي في الكيمياء بدل الفلسفة والخرافات. وبكده احنا لسه ما اثبتناش فكرة الذرة بشكل قاطع، ولكن حطينا رجلينا على بداية الطريق اللي هيقوم بعد كده على التجريب العلمي والعملي فقط. والمرة الجاية هنكمل من بعد بويل اللي يعتبر أول من مهد لفكرة إن المادة مبنية على وحدات صغيرة شبه الذرات بعد 2000 سنة من التمسك بفلسفة أرسطو، واللي كانت عبارة عن خرافة لا أساس علمي ولا عملي لها. هنكمل المرة الجاية لحد ما نوصل لدالتون اللي أثبت وجود الذرات وحط لينا خريطة للعناصر والمواد ووضح لينا الأمور. وبعدها نبدأ نشوف إن احنا اكتشفنا التيار سنة 1800 على إيد العالم فولتا، وسنة 1803 قدم العالم دالتون أول نظرية ذرية علمية متماسكة اللي بتقول إن المادة بتتكون من عناصر، والعناصر ليها نسب ثابتة لا تفنى لا تخلق، وكل عنصر بيتكون من ذرات صغيرة متشابهة، والذرات دي بتتحد بنسب ثابتة لتكوين المركبات. وبعد ما بقى عندنا تيار كهربي وذرة نكتشف علاقتهم بعدها وازاي هما وجهان لعملة واحدة، ونشوف ازاي من خلالهم حصل نقلة تكنولوجية في خلال 100 سنة تغير شكل العالم بالكامل. ودي رحلتنا. ودلوقتي خليني اوضح لك شوية حاجات في تجربة بويل ممكن تهمك. الأنبوبة اللي شرحنا عليها دي لتوضيح الفكرة فقط، لكن الأنبوبة اللي استخدمها بويل كانت أنبوبة زجاجية على شكل حرف جي، لكن كانت طويلة جدا توصل ل8 أقدام حوالي 2.5 متر. ده رسم توضيحي اترسم علشان يوثق التجربة، لأن الأنبوبة كانت طويلة جدا. كانوا بيثبتوا الأنبوبة على حائط مبنى أو على برج عالي زي اللي في الرسمة، لأن الأنبوبة لازم تكون واقفة عمودي. ودي رسمة الأنبوبة في كتاب بويل، لكن الأنبوبة الأصلية اللي استخدمها بويل مش موجودة، لأن زمان ما كانش فيه فكرة المتاحف العلمية ولا كان فيه تصوير، هو بس الرسم التوضيحي المحاكي فقط. وكمان اللي رسمه مش بويل، واللي احنا شرحنا عليه هو محاكاة للتجربة لتوصيل الفكرة فقط. هتقولي ايه لازمة الطول ده كله بتاع الأنبوبة؟ العالم بويل كان عارف ان الهواء ليه ضغط، تمام؟ واستخدم الزئبق لان كثافته عالية. الكثافة دي بتعبر عن قد ايه الجسم تقيل بالنسبة لحجمه. لما نقول كثافته كبيرة يعني لو خدت حجم صغير منه هيبقى وزنه تقيل جدا بالنسبة لنفس الحجم من مادة تانية، تمام؟ هو كان عارف الكلام ده قبل التجربة، ان الغاز ليه ضغط وان كثافة الزئبق عالية جدا. طب هو اثبت ايه لما كان عارف ان الهواء ليه ضغط، وضغط الهواء يساوي ضغط عمود زئبق ارتفاعه حوالي 76 سنتي؟ هو لما درس علاقة ضغط الغاز بحجمه اثبت ان الغاز بيتكون من جسيمات صغيرة، ودي اول مرة حد يقول ويستنتج ده، وده اللي يهمنا لان دي بداية اول سلمة للذرة. هما ازاي كانوا عارفين ضغط الهواء وان ضغط الهواء يساوي ضغط عمود زئبق ارتفاعه 76 سنتي والكلام ده قبل العالم بويل اصلا؟ تعال احكي لك الحكاية. زمان من ايام اليونان كان عندهم اعتقاد ان الطبيعة بتكره الفراغ. ارسطو تحديدا دعم الفكرة وقال الفراغ لا يمكن ان يوجد، لان كل شيء في الطبيعة يبحث عن الامتلاء. بما انه كان الفيلسوف المرجعي وقتها كلامه اتاخد كحقيقة علمية لقرون، كانوا بيلاحظوا ان لما يفضوا اناء من السائل يشوفوا ان السائل دايما بيجري ويملأ اي فراغ بسرعة. لو حاولوا يسحبوا مية بأنبوبة يلاقوا المية طالعة وبتملى الفراغ اللي كان موجود، فيفسروا ده ان الفراغ غير مسموح وان الطبيعة بتحاول تسده. وبعدين في عصر النهضة تحديدا من القرن ال17 عملوا مواتير ترفع المية من الآبار،
وطبعا المواتير دي كانت ميكانيكية بالكامل بدائية جدا، لأن الكهرباء ما كانش لسه اكتشفوها أصلا. المهم، المية كانت تطلع جوه الماسورة لحد ما توصل لمستوى معين، لكن مهما حاولوا المية عمرها ما بتطلع أعلى من حوالي 10 متر. فسروا ده على إن الطبيعة بتكره الفراغ. تخيل إن الطبيعة بتكره الفراغ كان تفسير سائد لحاجات كتيرة ل2000 سنة من غير أي حاجة. هو فلسفة كده وتفسير للطبيعة من غير أي أدلة. طيب لو الطبيعة فعلا بتكره الفراغ، ليه المية بتقف عند 10 متر وما بترتفعش أكتر من كده؟ المفروض تطلع تملى الماسورة كلها، صح؟ يقوموا يقولوا ممكن الطبيعة يكون ليها حدود، ويفضلوا متمسكين بالفكرة برضو لحد ما يجي العالم جاليليو وتلميذه إيفانجيليستا تروشيلي. العالم جاليليو ما عملش تجارب، هو كان أول حد يشك في التفسير التقليدي الطبيعة تكره الفراغ، وقال يمكن المية مش بتطلع أكتر من 10 متر مش عشان الطبيعة بتكره الفراغ، يمكن في قوة تانية زي وزن الهواء هي اللي بتحد العمود وتوقفه. يعني هو فتح الباب للفكرة لكنه مات قبل ما يثبتها عمليا. واللي طبق وعمل تجربة يحاول يثبت كلامه تلميذه إيفانجيليستا تروشيلي سنة 1643. جاليليو كان بيشك إن في وزن للهواء هو اللي بيمنع المية من الطلوع أكتر. تروشيلي قال لو فعلا الهواء بيضغط يبقى العمود اللي بيحصل له توازن مع ضغط الهواء مش لازم يكون مية بالذات، نقدر نستبدل المية بسائل تاني أكتر كثافة علشان العمود يبقى أقصر. وده علشان لو الكلام بتاع جاليليو صح واستخدم المية هيبقى عايز أنبوبة 10 متر علشان يتأكد من صحة كلامه ويقدر يثبته. لكن لو استخدم الزئبق تقيل جدا، كثافته ضعف بحوالي 13 مرة أكتر من المية، يبقى هنحتاج أنبوبة طولها متر فقط، لأن الزئبق ضعف المية بحوالي 13 مرة. تجربة تروشيلي هيستخدم أنبوبة زجاجية طولها متر مليانة زئبق على آخرها، بيقفلها من فوق بصباعه ويقلبها في طبق فيه زئبق. الزئبق اللي في الأنبوبة هينزل منه شوية جوه طبق الزئبق، لكن مش كله، هيقف عند ارتفاع حوالي 76 سنتي، والزئبق هيقف مش هينزل من الأنبوبة في الطبق. ليه ما يقعش كله؟ الطبيعي أي سائل يقع بفعل وزنه، لكن هنا في حاجة بتمنع الزئبق من النزول كله. الحاجة دي هي ضغط الهواء الخارجي. الهواء المحيط بينا وزنه ضخم، انت مش حاسس بيه لأنه بيضغط على جسمك من كل الاتجاهات. ركز، الضغط بتاع الهواء بيضغط على سطح الزئبق اللي في الطبق، لأن الهواء ملامس لسطح الزئبق اللي في الطبق فبيضغط عليه. الهواء بيضغط لتحت على سطح الزئبق، الضغط ده بيتنقل من السطح للزئبق كله، لأن السائل بينقل الضغط في كل الاتجاهات. في النهاية الضغط ده بيتنقل للزئبق اللي في الأنبوبة، فبيزق عمود الزئبق اللي جوه الأنبوبة لفوق ويمنعه إنه ينزل كله. طيب ليه العمود جوه الأنبوبة اتأثر بالضغط؟ لأن فوق عمود الزئبق جوه الأنبوبة مفيش هوا يضغط، في فراغ. الجزء الفاضي في الأنبوبة من فوق ده فراغ، يبقى اللي بيضغط لتحت على عمود الزئبق ويزقه لتحت هو وزنه بس، واللي ضاغط لفوق عليه هو ضغط الهواء اللي واصل من سطح الزئبق اللي في الطبق. بالراحة كده، الأنبوبة كانت مليانة على الآخر، نزل شوية وبعدين الزئبق وقف في الأنبوبة. قلنا ده تأثير ضغط الهواء على الزئبق اللي في الطبق. الضغط انتشر وانتقل وأثر على الزئبق اللي في الأنبوبة فرفعه وما خلاهوش ينزل من الأنبوبة. طب ليه في الأول في شوية زئبق نزلوا؟ لأن وزن الزئبق ضغطه كان أكبر من ضغط الهواء الجوي. لما وزن الزئبق ضغطه يوصل لضغط الهواء الجوي ويكونوا متساويين يحصل توازن، لا الزئبق يطلع ولا ينزل. ومن هنا تم استنتاج ان قيمة ضغط الهواء يساوي وزن عمود زئبق ارتفاعه 76 سنتي. يبقى لو وزن عمود الزئبق اكبر من ضغط الهواء، يعني العمود تقيل زيادة، وزنه
يضغط لتحت أكتر من قوة ضغط الهواء لفوق، النتيجة السائل ينزل لتحت في الطبق. وده اللي حصل. وزن 100 سنتي عمود زئبق كان أكبر من ضغط الهواء. الزئبق نزل منه شوية لحد ما وصل ل76 سنتي وتعادل مع ضغط الهواء وثبت في الأنبوبة. لو وزن عمود الزئبق ضغطه أصغر من ضغط الهواء، يعني العمود خفيف، ساعتها الهواء يضغط على الزئبق في الطبق بقوة أكبر، يزق السائل لفوق في الأنبوبة والسائل يرتفع لفوق وما ينزلش. لو وزن العمود ضغطه لتحت بيساوي ضغط الهواء لفوق، ساعتها مفيش قوة زيادة لا لتحت ولا لفوق، النتيجة السائل يقف مكانه ويتوازن. عرفت بويل استخدم أنبوبة طولها 2.5 متر ليه؟ الأنبوبة الطويلة تسمح له يزود عمود الزئبق تدريجيا متر ورا متر لحد ما يوصل لضغط أكبر من الضغط الجوي بكتير. تروشيلي كان هدفه يقيس الضغط الجوي، فاكتفى ب76 سنتي زئبق واستخدم أنبوبة طولها متر. بويل هدفه يختبر علاقة الضغط والحجم للغازات، فاحتاج أنبوبة أطول بكتير علشان يشوف تأثير الضغوط العالية. تروشيلي ركز على إن الهواء ليه وزن وضغط، لكن ما قالش إنه مكون من ذرات. بويل هو اللي بدأ يربط بين الظواهر زي الضغط وبين إن الهواء والغازات لازم تكون مكونة من جسيمات صغيرة جدا متحركة. بويل هو أول واحد في عصر العلم الحديث قال بوضوح الغازات زي الهواء بتتصرف وكأنها مليانة جسيمات صغيرة متحركة. وأخيرا دي سلسلة مترابطة حلقاتها مبنية على بعض مش حلقات مستقلة. وفي النهاية يهمنا رأيك، اكتب لنا في كومنت ايه رأيك